وسلم. حقيقة أنا سعيد جدا بهذه الحلقة وبهذه الزيارة لهذه الحلقة لأول مرة، واليوم أول مرة أدخل هذا الصرح الشركي الذي ينتشر فيه الشرك لأول مرة. كثير من الأضرحة التي تزار ويطاف بها من دون الله تبارك وتعالى في السودان، حتى أقول ما رأيت ولا أقول ما سمعت. كثير من الأضرحة زرتها ودخلت داخل هذه الأضرحة ورأيت من يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لكن في هذا المكان لأول مرة أدخل. وكما ذكر أخونا أبو العباس، عندما أردنا الخروج وجدت قسيس نصراني لابس أخضر وداخل جوا ومعه مجموعة من الصوفية ماشيين يزوروا، وبعدها نساء خواجيات متبرجات ونساء سودانيات قاعدات يطوفوا بالقبور وداخل الضريح، ورجال أيضا داخل الضريح يسألون الميت الجيفة العظام البالية التي لا تضر ولا تنفع، يسألونه الرزق ويسألونه الذرية ويسألونه الصحة ويسألونه المال. عشان كده اخواننا البلد دي نحن كل يوم اقتصادها ماشي متدهور، وكل يوم الناس تعاني، وكل يوم من أزمة إلى أزمة، لأننا نعبد غير الله تبارك وتعالى. خير الله تبارك وتعالى إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. هذه الأماكن التي يعبد فيها من دون الله تبارك وتعالى. وسمعت من يستغيث بالأموات. ينادي شيخه مرة نحن في الكعبة وفي الطواف وفي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، والله الذي لا إله غيره، سمعت من يقول يا البرعي أنا جيتك وأنا واقع في حواك تلحقني وتفزعني. فقلت له يا هذا اتق الله، البرعي ذاته محتاج لربنا، وانت في بيت ربنا تأدب مع الله، فإن البرعي لن يدركك في هذا الموقع، ما بيلحقك. قال لي والله البرعي هنا بيلحقني والله بيلحقني. حتى في التقديم قدم البرعي على ربنا سبحانه وتعالى. فوالله هذا شرك وهذا افتراء على الله تبارك وتعالى. والله أي زول ما صوفي يحمد ربنا إنه هداه ما بقى صوفي، أي زول. ويا اخواننا والله شوف، نحن ما بنقول لك تبقى انصار سنه ولا تبقى اي جماعه من الجماعات، نحن دايرين انك تكون موحد، عقيدتك في الله عقيده قويه، تعرف ربنا هو النافع وهو الضار، وانه المتصرف في الكون ده ربنا سبحانه وتعالى. يا اخي الصوفيه دول بيخافوا من الاموات بتوعهم الجيف ديل اكثر من خوفهم من ربنا. يا اخي في منطقه في شرق النيل اذا واحد سرق بيجيبوه في المحكمه، إذا قال له قول أقسم بالله أنا ما سرقت، يحلف يقول أقسم بالله أنا ما سرقت. لو قال له أحلف بشيخ حسن وتحسونه يقول أنا سرقت. يخاف من شيخه أكثر من ربنا. الصوفية أخواننا أضلوا الناس. شفتوا أنا ده ما دين، ده ما الدين جابوا ربنا. يا أخي الناس ليش عم تعرفون على ضلال. الساعة 3 وتلت أنا ببحث هنا عن مسجد عشان أصلي فيه صلاة العصر، هم قاعدين يرقصوا ويلعبوا ويعتبروا نفسهم بيتقربوا لله تبارك وتعالى بالطهارات وبالنوبات وبالرقص. والله مشيت المسجد صليت وجيتهم قاعدين في محلهم. يا اخي النداء المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، الصوفية يقولوا حي على دعاء الأموات، قاعدين في مكانهم. ده ما دين. وخليك من ده، أنا دخلت هسه قبل يمكن نص ساعة، دخلت داخل هذه الأضرحة، جاني واحد شافني لابس الجلابية والعمة، قال الزول ده جلابي كبير لابس أخضر، وخدت له شال أخضر، وجا قال لي يا أخي ما تساعدنا تدينا قروش. قلت له قد ندخل لشيخك حمد النيل؟ لا، كان اداني قروش أنا بديك. أنت وقصص بتعتقد في حمد النيل لا، وجاي من هناك راكب لك مواصلات ومضيع صلاة العصر وقاعد تنادي فيه، جاي تسأل المخلوق مالك. أنا مخلوق حي وده مخلوق ميت، تسأل في المخلوق الميت، تخلي الخالق، تنادي غير الله، تستغيث بغير الله تبارك وتعالى. وشوف ربنا خاطب أي زول بنادي غير الله، قال جل وعلا يا أيها الناس. لما يقول ربنا يا أيها الناس هذا خطاب للمشرك والمسلم، ودال أهل الشرك. دال الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ده ربنا خلقهم ياكلوا من خيره ويعبدوا غيره، يعبدوا في جيف.
يعبدوا في قبور ناس الأموات الميتين اللي بيعبدوهم ده ذاتهم لو ربنا أحياهم لعبدوا الله تعالى وحده. ليه؟ لأنه لما دخلوا في القبر عرفوا الحقيقة. عشان كده ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ومن دون الله هذه يدخل فيها الملائكة والأنبياء والأولياء، الأولياء الصالحين والأولياء الدجالين كلهم داخلين في دي. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش كده بس، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب الاثنين. لذلك هؤلاء الصوفية والله ضللوا الناس. عشان كده البلد دي الله جل وعلا في كتابه العزيز قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. الضنك ان احنا فيه ده الان ده جزء قليل من العقوبة ربنا بيعاقب لنا بسبب الشرك. وشوف الصوفية بياكلوا اموال الناس بالباطل. انا والله ما رأيت ولا وجدت احد زعماء الطرق الصوفية، شفتوا الجماعة المشهورين الكبار يدعون دول ما فيهم واحد اصلا خطيب بتاع الجمعة، ولا فيهم واحد بيحفظ القرآن، ولا فيهم واحد بيدرس العلوم الشرعية. دول بيتوارثوا هذه الوظائف كابرا عن كابر، كل واحد عنده ولده يوكل واحد من أولاده يعملوا ده شيخ الطريقة من بعده، يمسكوا الخلافة من بعده. بمجرد ما يموت الناس يبايعوه. وبعضهم جاهل، وبعضهم لا يحسن قراءة القرآن، وبعضهم يتعاطى المنكرات، بل بعضهم يشرب الخمر. وجدت في الشكينيبة واحد زعيم بتاع طريقة خليفة للمكاشي يشرب الخمر وقتل نفسا بغير نفس، والكلام ده معروف في تلكم المدينة. فدال ماخدين الشغلة دي بالوراثة، لكن ما عندهم دين ولا عندهم علم. والناس الجهلة يدفعوا لهم تخش قبر المكاشف جوا تلقى 6 صناديق، صندوق كبير ده حق المكاشف ذاته، و6 صناديق تانية ديل حقات اولاده وبناته المدفونين معاه جوا. تجي انت عندك بهيمة جاي من اقصى مكان في السودان تبيعها وترمي في الصندوق. والقروش بيودوها وين؟ القروش دي راكبينها عربات اخر موديل، بيبدلوا العربية كل سنة، يركبوا آخر موديل بأموال هؤلاء البسطاء والجهلاء من الناس. يا أخي عشان أوريك الصوفية ده ما بيعرفوا الله ذاته. في منطقة من المناطق وجدت طفل صغير لا يتجاوز 10 سنوات لابس له تميمة. فسألت هذا الطفل قلت له يا أخي دي شنو؟ قال لي تراب. تراب من وين؟ قال لي من وتحسونا. يا ولدي أدوك لها بكم؟ قال لي والله شالوا فيها كبش خروف قيمته ما قال لي 150,000. ادوه هذه التميمه تراب وشالوا منه كبش. قلت له طيب ابوك وين؟ قال لي ابوي متوفي. اخوانك وين؟ قال لي انا اكبر واحد في البيت عمره 10 سنة، ده يتيم اكلوا مال اليتيم. قال جل وعلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الصوفية ما عندهم علاقة أصلا بالدين. الصوفية دارين يلعبوا ويرقصوا ويقول لك يا أخي نحن بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت كنت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاختلاط، اختلاط الرجال والنساء؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بزيارة القبور؟ بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام زوارات القبور. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أن الرجال وجوز لهم زيارة القبور حتى يتذكروا الموت، ما عشان يرقصوا. ده اللي بيجوا في المغابر يرقصوا وينططوا ويدردقوا بالتراب، واحدين شغالين يبيعوا في المخدرات، واحدين قاعدين مع ستات الشاي. ده لعب بالدين، ده اللي بيلعبوا بالدين. البباري ديل والله ما بيودوك الجنة، ديل والله يودوك النار، يودوك نار جهنم. فنسأل الله جل في علاه أن يهدينا ويهديهم. ويتفضل إن شاء الله شيخ ياسين مزية مشكورة. جزا الله خير الشيخ أبو أشرف على هذه الكلمات. ولا ننسى أن نشكر اليوم نور حلقتنا دكتورنا وأستاذنا أبو كمال محمد كمال. وقلنا نتكلم دارين نسمع حاجة ما داري يدينا حاجة، لكن إن شاء الله مرات جاية يجينا جاهز ويدينا حاجة. واتيح المجال للشيخ ياسين.